إنما شهداء على الناس، والناس يعني من آدم إلى قيام الساعة. طب إزاي هتشهدوا عليهم بإيه وإزاي ومنين؟ أنتوا لا شفتوهم ولا تعرفوهم ولا حضرتوهم ولا تعرفوا تصرفاتهم وأفعالهم، ورغم كده هتشهدوا عليهم. عرفتوا ليه بقى؟ أنا اتكلمت عن حكاية السلسلة والاتصال والسند ليه؟ لأنه ربنا لما هيسأل الأمم وفي سورة الزمر يا مولانا، وقالت أولاهم لأخراهم، الحوار مش في الأعراف الحوار اللي داير ما بين أولاهم وأخراهم وأخراهم لأولاهم، وأنتوا بتشهدوا علينا وإزاي وأنتوا شفتونا وأنتوا تعرفونا. ربنا هيسأل، هم هيسألوا أمة سيدنا النبي، الأمم نفسها كلها هيسألوا أمة محمد يوم القيامة، وأنتوا بتشهدوا علينا ليه؟ وأنتوا تعرفونا؟ قالوا أنزل الله فينا، لماذا تشهدون على الأمم يا أمة محمد ولم تحضروهم ولم تعرفوهم؟ قالوا نزل علينا كتاب الله القرآن الكريم فيه نبأ من قبلنا ففيه صدقنا وبه آمنا ولذلك نشهد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إيه علاقة ده بالرحم؟ معلش أنا اوعى تكون فاكر إن أنا توهتك أو بتكلم كلام بعيد، بس أنا بحب الشطحات دي قوي، لأنه الشطحات دي بتعمل عمايل في الدماغ. أنت عارف اللي بيبقى مبسوط؟ أنا ببقى مبسوط بكده والله. إزاي بقى؟ ليه؟ ما هو أنت الرحم دي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا إيه؟ وولد إيه؟ يدعو؟ لا. طب أنت هتدعي لأبوك، طب وأبوك هيدعي لمين؟ حضر مين؟ أنا هسألك أنت ممكن تعرف تعد لأجدادك أنت اللي تعرفهم لغاية الآن، الجد الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا؟ لا أنت حضرت ولا تعرفه؟ تعرفه؟ لا أنا مش دعوة بالأسماء، لا ممكن اللي أنت عارفهم ممكن تعد لغاية كام جد. اللي أبوك حكى لك عنه اللي هو أبوه هو بقى وجده هو، يعني مثلا. ولذلك لما كلنا نقعد نحكي لبعض الشهادة هنا هتيجي متسلسلة. خلي بالكم من نقطة حساسة والله قوي بتكلم فيها. لما سيدنا النبي يوصينا إنك تكتروا الصفوف في الصلاة على الميت، ليه؟ قال من شهد له 40 وجبت له شفاعتي. يعني إيه شهد له 40؟ برضو إيه علاقة ده بالرحم؟ أنا عمال أربط لك حاجات بس إيه، أظن الفكرة بدأت تتضح. معناها إيه بقى الرحم؟ وإن ربنا خلقها وسماها اسم من اسمه الرحمن الرحيم. الرحمة مشتقة من الرحمة من الله، من رحمة الله عز وجل. ولذلك الأصل في البشرية في الدنيا كلها الإيه؟ الرحمة، اللي المفروض العلاقة اللي تحكمنا كلها الرحمة. ولذلك قال في الآخر إيه؟ ولا أرضى حتى ترضين. نقطة في منتهى الخطورة، وأنا مش هطول لأن الكلام في الموضوع ده كتير قوي وعندي كلام كتير فيه، بس ما أنا هقول. أنتوا فاكرين الحديث لما قلنا ذكر شاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتضر، قالوا يا رسول الله فلان يحتضر ولا ينطق الشهادة؟ قالوا لقناه ولم ينطقها يا رسول الله. قال أله أم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا أحضروها. جابوا الأم. إن ابنك يحتضر ولا ينطق الشهادة، لماذا؟ قالت إني غاضبة عليه يا رسول الله. ولماذا أنت غاضبة عليه؟ كان يفضل زوجته علي ثم أخذها وذهب عني ولم يعد يأتيني، فأنا غاضبة عليه يا رسول الله. قالوا يا فلانة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلانة يا أم فلان إنه سيحترق في النار. قالت يحترق. فأمر بعض الصحابة أن يجمعوا الحطب وأوقدوا الحطب ثم ألقوه في النار. قالت لا يا رسول الله لقد رضيت عنه. رحمة الأم الرحم. ولذلك أنا هسأل سؤال وعن إيه القصة دي كلها في السؤال ده. اللي ياخد أبوه وأمه ويحطهم في دار مسنين تحت أي ذريعة، تحت أي مسمى،
انه مسافر عنده عقد بره، اصل اكل عيشه مش هيقدر يسيب الوظيفه، مش هيقدر يراعي ابوه وامه، مش هيقدر، مش هيعمل، مش هيسوي. الكلام ده نقوله في الدنيا لبعض، انما يوم القيامه، يوم القيامه كان في ست عجوزه عمية ما بتشوفش. سيدنا ابو بكر كان كل يوم الصبح بعد صلاه الفجر يخبط عليها، يروح يكنس البيت ويحضر لها الفطار ويجيب لها اللبن ويحط لها الفطار ويسيبها ويمشي. بعد موت سيدنا عمر كان دايما يدور على سيدنا ابو بكر بيعمل ايه عشان يعمل زيه، لانه سيدنا النبي وقاعد بيقول: من منكم اليوم شيع جنازه؟ قال انا يا رسول الله. من منكم تصدق اليوم؟ قال انا يا رسول الله. من منكم عاد مريضا؟ انا يا رسول الله. من منكم؟ انا يا رسول الله. يا ابا بكر لم تترك لنا بابا من الخير الا ودخلته، اترك لنا بابا. مين اللي بيقول لي مين؟ سيدنا عمر بيقول لسيدنا ابو بكر: ما سبتلناش حاجه نعملها يا ابو بكر، ما ينفعش كده. فسيدنا عمر كان بيغير من سيدنا ابو بكر، طبعا غيره محموده هنا عشان احسن حد يقول بقى الكلام ياخد يقول لا. فبيدور على سيدنا ابو بكر، فكان بيمشي وراه يشوفه بيعمل ايه، يدخل البيت وبعد ما يخلص يطلع يرجع. سيدنا عمر مش قادر ولا يقول ولا يتكلم. فبعد موت سيدنا ابو بكر راح للبيت ده، خبط عليه، ففتحت له الست العجوزه دي، فتحت الباب ودخل الراجل، فجاب لها طبق تمر بدل طبق اللبن، جاب لها طبق فيه تمر، وبدأ يأكلها من التمر. قالت له فقالت له: من أنت؟ قال: أنا من يأتيك كل يوم. قالت: لا، لست هو. قال: ماذا كان يفعل؟ قال: كان يفعل كذا وكذا وكذا. قال: أتدرين من هو؟ أمير المؤمنين خليفة رسول الله أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر وهو خليفة كان بيعمل كده، ولا كان حد يعرف عنه حاجة، ولا كانت أمه، لكن أمير خليفة رسول الله وسيدنا أبو بكر الصديق. هنا السؤال اللي أنا هسأله بقى: الابن اللي حط أبوه وأمه في دار مسنين ده وضعه إيه يوم القيامة؟ هيقول إيه لربنا؟ أنتوا عارفين ده؟ أنا قعدت أفكر جامد قوي فيها والله، لأن أنا أعرف ناس وناس كويسة جدا، وظروف الدنيا أجبرته إنه يعمل كده. مفيش حد يتكفلهم وهو مش عارف يتكفلهم ومش موجود، والظروف غصب خارجة عن إرادته. أنتوا عارفين ده؟ أنا قلت ده يستوي مع واحد يقدر عشان ما يقعدهمش معاه في البيت، وعشان مراته ما تنكدش عليه، وعشان مش عارف ايه فحطوهم دار مسنين. ده زي ده يعني اللي غصب عنه زي اللي بمزاجه؟ طبعا استحاله. الموقف هيبقى يوم القيامه ايه؟ ان الاب او الام هم اللي يسامحوا ابنهم او لا. ربنا يساله يقول له: انا سامحته يا رب. طب خلاص خده ودخله الجنه، يدخل بيه. اما الثاني اللي ما كانش له حجه عشان خايف من غيرة مراته، ولا خايف انه يسيب شغله، ولا رزقه، ولا الى اخره، كارثه من الكوارث. لو قعدنا نتكلم في صله الرحم كلام كتير، والرحم له درجات، من الاول الام والاب الى الخاله والعمه. أبقي علي شيء من برهما يا رسول الله؟ لما الراجل جاي يسأل عن انه يبر ابوه او امه او ابوه الميت ازاي، أبقي علي من برهما شيء يا رسول الله؟ قال من ضمن اللي قاله سيدنا النبي قال ايه؟ ان تبر صديقهما او تحسن الى صديقه. الصديق مش تشوف ابوك كان بيحب مين وتقول له: يا عم فلان ده انت من ريحه ابويا، وتبوس راسه وتطبطب عليه. ربنا يخليك لنا، ربنا يبارك لنا في عمرك. ليه؟ عشان كان ابوك بيحبه. فما بالك لو كان في صله رحم؟ موضوع في منتهى الخطوره في الدنيا كلها. الكلام فيه كتير ونفسي اتكلم بس الوقت سامحوني يعني. ربنا يتقبل منا ومنكم وصالح الاعمال ويوفقنا الى البر بالوالدين، اللهم امين يا رب العالمين.